السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير وبصحة جيدة. هذه أكثر من أسبوع ما نزلت حتى فيديو نظرا للظروف اللي مرينا بها في بلادنا. فالله يرحم جميع ضحايا الزلزال ويجعل مثواهم الجنة إن شاء الله، والله يصبر أهلهم يا ربي. ان شاء الله نشارك معكم في هذا الفيديو طريقة تحضير براونيز كتجي اكثر من رائعة، بنينة بزاف، خفيفة، كتذوب في الفم، وكل ما بقات كتزيد لذاذ اكثر. بالنسبة لعشاق الشوكولاتة هاد الوصفة غادي تعجبهم بزاف، واكيد غادي تعجب حتى وليداتكم. ما نطولش عليكم ونخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. إذا أول حاجة كنبدا بها، كنجيب المول اللي غادي نوجد فيه وكنغلفوه هكذايا بورق ديال الطهي. غادي ندهنوه هكذايا بشويه ديال الزبده وغادي نغلفوه مزيان. غادي نوجدو باش ملي نوجد الخليط ديال البراونيز يكون عندي المول واجد. اذا بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ندوب الشكلاط هو والزبده. عندي 200 غرام ديال الشوكولاته السوداء. انا غادي نديرهم هكا في هاد الشبانه باش غادي نديرهم يذوبوا غير في الميكرووند. بالنسبه اللي ما عندوش ميكرووند يذوبهم غير هكا في شي كاسرونه في حمام مريم عادي. غنضيف لهم 120 غرام ديال الزبده وغادي نديرهم يذوبوا. ها نتوما فاش ذوبتهم صافي. غادي نخلي هذا الخليط ديال الزبده والشكلاط على جنب باش نوجد الخليط ديال البراونيز. بسم الله. عندي 3 ديال البيضات، غنضيف لهم قبيصايه صغيره ديال الملحه، سبعين غرام ديال السكر سنيده، وغادي نضيف لهم كيس ديال الفاني 7 غرام ونص، اولا ديروا شويه من الفانيلا السائله. وغنخلط هذا البيض مزيان مع السكر. خصنا ضروري كنخلطوا البيض مزيان مع السكر باش كيذوب داك السكر تماما، ما كيبقاوش فيه الحبيبات وكيتغير اللون ديال البيض. ها نتوما طربت البيض مزيان حتى كيتغير اللون ديالو. دابا غادي نضيف الخليط ديال الزبده والشكلاط بعد ما كيكون برد مزيان. داكشي علاش كندوبوهم في الاول، باش على ما كنطربوا البيض والسكر كيكون هاد الشكلاط والزبده بردوا. صافي. وغادي نمزجهم مزيان مع الخليط. بالنسبه للمقادير غادي نخليهم لكم مضبوطين في صندوق الوصف. دابا غادي نضيف النواشف باش غادي نعزز المذاق ديال الشوكولا اكثر. كنضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو و70 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس. ضروري كندوزوهم هكذايا في صفايه باش ما كيبقاوش هكا ديك الحبيبات ديال الكاكاو. لاحظتوا معايا الدقيق ما درناش بزاف باش كيجينا هذا البراونيز كيجي خفيف. وغادي نخلط مزيان. ها نتوما ملي خلطتو كيفاش تيكون القوام ديال الخليط. صافي. دابا غادي في هذه المرحله كنضيفوا المكسرات. انا غادي ندير الكركاع
معروف على البراونيز كيتواتى بزاف هكا الكركاع مع الشكلاط، كيجي زوين معاه بزاف. كتقطعوا هكا الكركاع ديالكم قطع كبيره باش كيجي هكا باين، كيجي باين في قلب البراونيز ملي كتقطعوه كيجي باين فيه. وبالنسبه للكميه كديروا الكميه اللي بغيتو. صافي كنجيب المول اللي غلفت في الاول وكنصب فيه هذا الخليط هذا، وكنحاول نقاد هكا الخليط مزيان في المول باش كتجيني متساويه. وغادي نزينها بقطع ديال الكركاع هكايا من الفوق كما قلت لكم كيتواتى معاه بزاف الكركاع، وقطع من الشوكولاته السوداء. صافي وغادي ندخلها للفران. في هذه الاثناء راني شاعله الفران كيسخن، كتشعلوا الفرن ديالكم غير من الاسفل، كتدخلوه للفران على نار اقل من متوسطه باش كيطيب على خاطرو 25 دقيقه ولا 30 دقيقه صافي كيكون واجد. صافي هنا من بعد ما جبدتها من الفران خليتها حتى بردت مزيان وعاد قطعتها. بالنسبه للتقطاع تقطعوها بالشكل اللي بغيتو، انا قطعتها هكا مربعات. باش تشوفوا الشكل ديالها كي تجي من الداخل، وتيكون هذا الشكل ديالها. كتجي رائعه لذيذه بزاف، كتجي فيها واحد التعليكه واعره ما تشبعوش منها، ما كتجيش ناشفه نهائيا. ملي كتكونوا هكا كتاكلوها كتلقاو ديك القطع ديال الكركاع كيزيدوا يعطيوها لذه اكثر. غير جربوها بالطريقه اللي شفتوا معايا وان شاء الله اكيد غادي تعجبكم وتعجب حتى وليداتكم. الا بغيتوها تجيكم طالعه على هكا ديروها في مول صغير، وهي هكا البراونيز ما كتجيش طالعه بزاف بحال الكيك كيف شفتوا معايا، ما درناش فيها الخماره ديال الحلويات نهائيا، كتجي غير هكا. ها نتوما كتجي خفيفه رطبه بزاف واللذه ديالها ما تشبعوش منها. كنتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم، والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك للتشجيع وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. واللي كيشاهد القناه لاول مره ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش هكذا توصلوا دائما بجديد الوصفات. شكرا لكم بزاف على المتابعه والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.